الفريق العراقي سجل موقفا مشرفا للعرب في ذلك اليوم حينما رفض اللعب مع الصهاينة وفضل الانسحاب من بطولة كانت في متناول اليد، وهي أول مشاركة للشرطة في المسابقات الآسيوية. الوفد الشرطاوي حمل على عاتقه مسؤولية الانسحاب وما تلته من تهديدات من اللجنة المنظمة بالعودة إلى العراق على نفقته الخاصة، مما جعل عناصر الفريق العراقي من بيع بعض ممتلكاتهم لتأمين مبلغ الديون بذمة الفريق ومصاريف العودة. هذا الموقف البطولي أيقظ سفارات بعض الدول العربية هناك للوقوف مع العراق، منها السعودية ومصر وسوريا، إضافة إلى النادي العربي الكويتي الذين قدموا مبالغ نقدية للفريق العراقي. لكن أبناء الرافدين رفضوا جميع التدخلات للمساعدة مهما كانت صيغتها. والصورة الأجمل في هذا اليوم ما فعله رفاق الكابتن عبد كاظم حينما رفعوا علم فلسطين داخل الملعب قبل العودة للعراق. 16 ساعة استمرت رحلة العودة لبغداد، وكانت الجماهير العراقية تنتظر الأبطال في المطار لتحيتهم. بعد ذلك أمر الرئيس العراقي السابق أحمد حسن البكر تكريم الوفد العراقي بمبلغ 50 دينارا وساعات ثمينة وترفيع بعض اللاعبين المنتمين للسلك العسكري، وبذلك أصبح العراق أول من ينسحب من نهائي بطولة قارية لأجل نصرة القضية الفلسطينية ورفض الاعتراف بإسرائيل. أحمد غراوي، صوت الملاعب.